لو عايز تخلي الشخص اللي قدامك هو اللي يكلمك، او في شخص انت مش عايز تبدأ معاه بالكلام زي كل مرة وعايزه هو اللي يبدأ، او انتوا الاتنين متخاصمين ومش عايز انت اللي تتكلم الاول، يبقى ساعتها اعمل الخطوتين دول معايا. اولا الشخص اللي قدامك مش هيبعتلك ولا هيتكلم طول ما هو متوقع انك ممكن تتكلم، يبقى ساعتها هو مستحيل انه يتكلم، هيفضل مستني انك تتكلم، خاصة لو انت معوده ان انت بتتكلم على طول او في مدة معينة انت مش بتعديها غير لما تبعتله، يبقى ساعتها هيستنى لما تبعتله فيها. فاحنا الخطوة اللي هنعملها اننا هنخليه يفقد الامل تماما انك تبعتله، فمش هنخليه متوقع اي رسالة منك، فساعتها الامل اللي كان في ايده ما بقاش موجود. طب ازاي نخليه يفقد الامل؟ عن طريق ان المدة اللي هو متعود ان انت مش بتعديها غير لما تبعتله فيها انت هتعديها وهتكمل عادي. يعني مثلا لو انت معوده ان مش بيعدي يومين غير لما تبعتله، ساعتها انت هتعدي 4 ايام وتكمل عادي، يبقى كده المدة اللي كان فيها امل بالنسبة له عدت ومكمل، يبقى كده الامل بالنسبة له هيكون راح. لو انت معوده ان مدة انتظارك بتكون اسبوع بالكتير وبتبعتله، لا عدي اسبوعين من غير ما تبعتله، ساعتها هو هيبدأ يركز ويقول هو ازاي ما بعتليش لحد دلوقتي، وهتكون المدة اللي كان فيها امل بالنسبة له راحت. فانت بس محتاج ان انت تستحمل المدة بتاعتك اللي هو مستني انك تبعتله فيها وعنده امل. زي كده لو انت معود طفل انه لما يقعد يزن عليك لمدة ساعة كاملة بتديله اللعبة اللي هو عايزها وتزهق، لا هو مرة واحدة لقى نفسه ان هو قاعد بيزن بقاله 3 ساعات وانت برضو ما اديتلهوش اللعبة، فساعتها هيفقد الامل وهيعرف ان الموضوع المرة دي مش هزار. نفس الكلام بالظبط مع الشخص ده، انت كده خلصت المدة المتوقعة بالنسبة له انك تكلمه فيها، اللي هو قاعد فيها حاطط رجل على رجل وبيقول اكيد هيكلمني زي كل مرة، والمدة المتوقعة دي خلصت، يبقى ساعتها هيبدأ ان هو يدور عليك. تاني حاجة لما يبدأ يدور عليك عشان انت ما بعتلهوش في المدة المتوقعة بالنسبة له، لازم يلاقيك منشغل في حياتك عن طريق انك تنزل صور في اماكن، في خروجات، تنزل حاجات تبع شغلك انك مركز في شغلك، او اي حاجة تبين انك منشغل في حياتك، عشان يعرف ان مش بس انت ما بعتلهوش، لا ده انت كمان مش مركز معاه خالص ولا دماغك معاه، فساعتها هيفقد الامل خالص وهيبدأ يحس انه ممكن يخسرك، وهيبدأ بقى يفكر ازاي يفتح كلام معاك او يبعتلك.